تساقط الشعر مشكلة أغلبنا بيعاني منها. النهاردة معايا في الفيديو أنا رانيا يحيى هعرفكم على أسباب تساقط الشعر وإزاي أقدر أتجنب الأسباب دي وكمان إزاي أعالجها. أول حاجة أسباب تساقط الشعر، أو يعني أصلا أعرف منين إذا كان اللي عندي ده تساقط شعر محتاج علاج ولا تساقط شعر طبيعي. أول حاجة بنعرفها من كمية الشعر المتساقط. لو هو في حدود من 100 ل 200 شعرة بتكون طبيعي جدا. لو أكتر من كده بمعنى إن أنا بلاقي شوية شعر سواء وانا باخد شاور او انا بسرح شعري او طول اليوم بيبقى فيه تساقط شعر، ده معناها ان انا محتاجة ان انا اعالج الموضوع ده. طيب هعالجه ازاي؟ لما اعرف اسبابه اول سبب والاكتر تقريبا بيكون التوتر النفسي، او لو انا بمر بفترة فيها ضغط وستريس كتير، فطبعا هساعدكم في عمل تمارين ان احنا نقلل الموضوع ونقلل التوتر. طيب تاني حاجة، لو انا عندي نقص تغذية ده بيأثر بشكل كبير قوي كمان على تساقط الشعر. تالت حاجة ممكن يكون بسبب عامل وراثي. طيب خلونا نبدأ بأكتر حاجة متوفرة عند الجميع وهي نقص التغذية. نقص التغذية في بعض الفيتامينات المهمة جدا اللي لو دخلتها في نظامي الغذائي هعالج تساقط الشعر بطريقة سهلة جدا. أول فيتامين وأهم فيتامين فيهم هو فيتامين أ. فيتامين أ هو أو فيتامين A مسؤول جدا عن تساقط الشعر، ومش بس كمان عن الشعر، ده مسؤول عن بنية الشعر، مسؤول عن الجلد وعن الضوافر. اقدر الاقيه في اكلات كتيرة زي القرع، زي الجزر، زي كمان البيض وزي اللبن، موجود في حاجات كتيرة. واقدر اخد مكمل غذائي، بس طبعا لازم استشير الدكتور الاول. طيب فيتامين ب، تقريبا فيتامين بي هو من اشهر الفيتامينز اللي موجوده، وفي منه مكملات غذائيه كتير جدا مشهوره باسم البيوتين. البيوتين ده مهم قوي في بنيه الشعر، بجد من افضل فيتامينز الشعر اللي ممكن ان انتوا تاخدوها، اللي يكون فيها البيوتين سواء تركيزه 5000 او 10000. بجد حلو جدا لانه بيساعد في بنيه الشعر. طيب لو انا مش عايزه اخد مكملات غذائيه هلاقيه فين في الاكل؟ هلاقيه في الحبوب الكامله، هلاقيه في اللوز، وهلاقيه في اللحمه كمان. طيب يجي بعدها الفيتامين الثالث وهو فيتامين جيم. فيتامين جيم من الفيتامينز برضو المهمة جدا، لان هو مسؤول عن تكوين بروتين اسمه الكولاجين، اللي هو كلنا بنحاول ناخده سواء على شكل حبوب او على باودر او على حتى شراب بتركيزات مختلفة. بيكون مفيد جدا فيتامين جيم. طب هقدر اخده من فين؟ لو هو نباتي باخده من الفراولة، باخده من الحمضيات عموما، باخده من الجوافة، باخده من الفلفل، او ان انا باخده كمكمل غذائي. طيب في فيتامين تاني زي فيتامين د. طبعا كلنا عارفين فيتامين د قد ايه هو مهم، بناخده سواء من الشمس او بناخده عن طريق الحبوب. كمان بنلاقيه في بعض الاكلات زي جنين القمح، بذور جنين القمح، وزي بذور عباد الشمس، كمان تقدروا ان تحصلوا فيه على فيتامين د. كمان الحديد، والحديد من العناصر الغذائية المفيدة جدا جدا، او هو تقريبا لو عندنا انيميا بيكون سبب قوي في تساقط الشعر. عشان كده مهم ان انتوا تاخدوا الحديد بشكل مستمر، او تعالجوا لو عندكم انيميا تعرفوا اول باول وتاخدوا الاكلات اللي بتعالج الحديد، نقص الحديد، زي الكبدة وزي اللحوم الحمراء كمان والمنتجات الألبان. كل دي حاجات وكل دي فيتامينات مهم ان احنا نجمعها مع بعض ونحافظ عليها ان هي تكون داخله على الاقل في روتيننا الغذائي بشكل يومي او بشكل اسبوعي. كمان كتروا من اكل الخضار وكتروا من اكل الحاجات الصحيه، ده هيساعد، ودي اول خطوه تقريبا في علاج تساقط الشعر. تابعوني في الفيديوهات الجايه، هرشح لكم ايه افضل المنتجات اللي بتعالج تساقط الشعر سواء لوشن او مكملات غذائيه، وكمان هديكم نصايح تانية ازاي نحافظ على شعرنا صحي. يلا استودعكم الله.